قرات كتاب معين فلقيت فيه فكره معينه انت عايز تفتكرها بعد كده، فرحت معلم عليها او عملت عليها هايلايت. غالبا بعد كده انت مش هتفتكر ان انت قرات الفكره دي اصلا، وده لان في مشكله في الطريقه اللي احنا بناخد بيها ملاحظات. طب ايه الحل في الموضوع ده؟ الحل ان انت تغير الطريقه دي وتستخدم طريقه تانية زي طريقه الزيتركاستن. العالم الالماني نيكولاس لومان من اشهر الناس اللي كانوا بيستخدموا طريقه الزيتركاستن، وقدر ان هو ينشر حوالي 58 كتاب ومئات المقالات في مجال علم الاجتماع اللي ما كانش مجاله الاساسي اصلا. ففي فيديو النهارده هنتكلم عن طريقه الزيتركاستن اللي مش بس هتخليك تفتكر الحاجه اللي انت بتاخد لها ملاحظات بشكل احسن، لا هتخليك تفكر فيها بشكل احسن. اللي بيخلي النوت او الملاحظه اللي انت بتكتبها ليها قيمه فعليا، يعني اللي بيخليك تفتكرها بعد كده او ان انت تستفاد منها بعد كده. ريتشارد فايمن بيقول الكتابه مش نتاج التفكير بتاعي، الكتابه هي التفكير بتاعي. تخيل معايا ان انت بتقرا كتاب فعجبك فكره فيه فرحت عامل عليها هايلايت. المشكله ان اوقات كتير الفكره اللي انت عملت لها هايلايت اصلا انت مش بتكون لسه فاهمها، وده بسبب ان انت ما كتبتش الفكره دي بفهمك انت. في اعتقاد ان انت علشان تكتب حاجه معينه لازم تكون فاهمها، لكن في الحقيقه الكتابه هي اللي بتخليك اصلا تفهم. يعني لو قدامك فكره معينه فكتابتك للفكره دي هيساعدك ان انت تفهمها بشكل احسن. يعني الكتابه مش معناها ان انت فكرت في الحاجه وفهمتها بعد كده بتكتب اللي في دماغك. عمليه الكتابه نفسها هي اللي بتخليك اصلا تفهم الفكره، ودي كانت اول حاجه في النوتس اللي المفروض تاخدها، ان هي تكون مكتوبه بفهمك انت. كنا اتكلمنا قبل كده عن اسلوب في المذاكره اسمه الاليبوريشن. طب يعني ايه وايه علاقته بالنوتس؟ تخيل برضو ان انت بتقرا كتاب معين وبتاخد منه ملاحظات، فكتبت فصول الكتاب ده وتحت كل فصل كتبت الملاحظات اللي انت خدتها منه. بس في الحقيقه دي برضو مش احسن طريقه في كتابه الملاحظات، واحتمال ان انت تنساها بعد كده هيكون كبير جدا، لان دماغنا مش بيشوف الموضوع كده خالص. دماغنا علشان يحفظ المعلومات دي ويستخدمها فعلا بعد كده محتاج ان هو يربط المعلومات الجديده دي بمعلومات اصلا عنده، وده بيؤدي بعد كده ان المعلومات كلها تكون مرتبطه ببعض، فيكون احتماليه ان انت تنساها اقل. فلو انت كاتب ملاحظات تحت فصل معين او تحت توبيك معين فانت كده بتحصر الفكره دي على الموضوع ده، ومش بتسمح لعقلك ان هو يربط الفكره دي بافكار تانية كانت عنده. الاليبريشن ده بقى معناه ان انت تسال نفسك ازاي المعلومه الجديده دي مرتبطه بمعلومات كانت عندك قبل كده، وهل المعلومه دي كانت بتجاوب على تساؤل كان عندك قبل كده ولا لا. ومعناه برضو ان انت تسال نفسك ازاي ان انت تقدر تشرح المعلومه دي لحد ما عندوش فكره عن الموضوع علشان تختبر فهمك انت ليه. وعلشان كده لما نيجي نشرح الذات الكاستم بعد كده هنقول ان كل ملاحظه بتكتبها المفروض يكون فيها فكره واحده بس علشان تقدر بعد كده تربطها بافكار تانية. كنا اتكلمنا قبل كده عن الشورت تيرم ميموري او الذاكره قصيره الامد، وقلنا ان النوع ده من الذاكره ده اللي بتحتاجه لما بتكون بتحل مشكله معينه ومحتاج ان انت تفتكر معلومات. وقلنا برضو ان الورك ميموري تقريبا فيها اربع معلومات في وقت واحد. طب ايه علاقه الكلام ده بكتابه الملاحظات؟ تخيل مثلا ان لومان كان بيكتب كتاب معين وكان فيه تساؤل معين في الكتاب بيحاول ان هو يجاوب عليه. علشان يجاوب على التساؤل ده محتاج ان هو يفتكر معلومات معينه. لو المعلومات دي بقى ما كانتش مكتوبه قدامه بسيستم واضح، فكانت قدرته ان هو يفتكر معلومات يقدر بيها يجاوب على التساؤل ده هتبقى محدوده بمحدوديه الذاكره قصيره الامد. وعلشان كده كان هو دايما بيقول ان الطريقه اللي كان بيكتب بيها ملاحظات وتنظيمها هو السبب اللي خلاه يكتب بالكميه دي، لان دايما الافكار قدامه ومرتبطه ببعض زي ما هنشرح بعد كده، فهو تقريبا مش مضطر يفتكر حاجه، كل حاجه قدامه ومتنظمه بطريقه معينه تربط الافكار ببعض، فبيكون الموضوع سهل. كمان كتابه الملاحظات مهمه علشان تتفادى الزيجارنيك افكت. طب يعني ايه الكلام ده؟ كان في عالمه نفس اسمها بلوما زيجارنيك، كانت في مره قعدت في مطعم ولاحظت ان الويترز اللي شغالين في المطعم كانوا بيفتكروا الاوردرز اللي عاملينها الزباين حتى لو كانت صعبه، بس لما الناس اللي طلبوا الاوردرز دول كانوا بيمشوا من المطعم الويترز دول بيبقوش فاكرين الاوردرز دي خالص بعد كده. فعملت بعد كده دراسه عن الموضوع وسميته الزيجارنيك افكت. الزيجارنيك افكت بقى معناه ان عقلك دايما بيكون مشغول بالحاجه اللي هو لسه ما خلصهاش. يعني مثلا لو في حاجه معينه انت المفروض تعملها او فكره معينه انت قراتها في كتاب وبتفكر فيها، فعقلك دايما بيميل ان هو يفكر في الحاجه دي طالما الحاجه دي لسه ما خلصتش. التفكير بقى في الفكره دي ممكن بعد كده يعطلك ان انت تركز في حاجه تانية. لحسن الحظ بقى الكتابه بتحل الموضوع ده، وده لان عقلك مش بيفرق بين الكتابه وبين ان انت تكون خلصت الحاجه اللي انت المفروض تخلصها فعليا. يعني لو في حاجه معينه المفروض تعملها ولسه ما عملتهاش، لو كتبتها بقى فعليا عقلك مش هيفكر فيها تاني وهيعتبر ان انت خلصتها. فلما دايما بتكون بتكتب الافكار اللي بتفكر فيها ده هيخليك تركز بشكل احسن لانه بيشيل عبء من على عقلك. كمان الكتابه بتديك فيدباك. طب ازاي؟ لو انت مثلا بتحل اسئله معينه في كتاب فاكيد لما تحل الاسئله دي لازم تشوف اجابات علشان بعد كده تعرف انت جاوبت صح ولا لا. الكتابه برضو بالنسبه للقراءه هي نفس الموضوع، الكتابه هي اللي هتبين انت كنت فاهم فعلا الحاجه اللي انت بتقراها ولا لا. دلوقتي بقى نشرح نظام الزيتركاستن اللي كان بيستخدمه لومان بالتفصيل. بالمناسبه انا عملت نوشن تمبلت تقدر تطبق بيه نظام الزيتركاستن بسهوله، تقدر تطلبه من اللينك اللي في الديسكربشن. هنتكلم ازاي لومان كان بيكتب ملاحظات بالتفصيل، ايه انواع النوتس اللي كان بيكتبها وازاي كان بينظمها، وازاي ان ده كان بيساعده ان هو يطلع افكار جديده علشان تقدر انت كمان تطبق الموضوع ده. لومان كان بيستخدم 3 حاجات بس علشان يكتب النوتس، كان بيستخدم قلم واندكس كاردز او ورق صغير، وكان بيستخدم صندوق اللي كان بينظم فيه الملاحظات دي. النوتس بقى اللي كان بيكتبها لومان كانت 3 انواع. اول حاجه هي الفليتنج نوتس. طب يعني ايه الفليتنج نوتس دي؟ هي الملاحظات اللي كان بيكتبها لما كانت اي فكره بتيجي في دماغه. يعني اي فكره كانت بتيجي في دماغه كان بيجيب الاندكس كارد دي ويكتب الفكره دي، بس بشرط ان الملاحظه اللي يكتبها في الاندكس كارد دي تكون بتتكون من فكره واحده بس، ما كانش بيكتب اكتر من فكره في النوت الواحده. الفليتنج نوتس دي بقى اهميتها حاجتين، اول حاجه ان هو يسجل الفكره اللي جت في دماغه، الحاجه الثانيه ان الهدف اصلا من الفليتنج نوتس دي ان هي تفكره بعد كده ان هو يحولها لبيرمننت نوت، ودي هنشرحها بعد كده علشان بعد كده يحطها في البوكس بتاعه، وهنقول بعد كده ازاي كان بيعمل كده. يعني الفليتنج نوتس دي مش شرط ان هي تكون مكتوبه بشكل كويس، يعني هو بس دي كانت حاجه علشان يسجل الافكار اللي بتجيله وعلشان يفتكر بعد كده ان هو يحولها لبيرمننت نوت. النوع الثاني بقى من النوتس اسمه الليتريتشر نوتس.
طب يعني ايه؟ دي النوتس اللي كان بيكتبها لما كان بيكون بيقرا حاجه معينه. في الحاله بتاعتنا يعني الليترشر نوتس دي اللي بتكتبها لما بتكون بتشوف فيديو معين او بتسمع بودكاست او بتقرا كتاب او هكذا يعني. طب كان بيعمل ايه بالليترشر نوتس دي؟ الهدف من الليترشر نوتس زي الفليتنج نوتس كده، ان هو يسجل فكره معينه كان شافها علشان يحولها بعد كده لبيرمننت نوت ويحطها في البوكس زي ما هنقول بعد كده. وعلشان كده لما كان بيجي يكتب النوتس دي ما كانش بيهتم قوي بالصياغه بتاعتها، كان بس بيكتب الفكره في الاندكس كارد وتحتيها السورس اللي جاب منه الفكره، لان بعد كده هيحولها لبيرمننت نوت ويحطها في الصندوق. وعلشان كده يعتبر الهايلايتس او ان انت تعلم بالقلم على حاجه انت قراتها يعتبر من الليترشر نوتس. اهميتها ان هي تفكرك ان في فكره اصلا معينه انت عايز تكتب عنها علشان بعد كده تحولها لبيرمننت نوت. قلنا كده مره البيرمننت نوتس. طب ايه هي بقى البيرمننت نوتس دي؟ البيرمننت نوتس دي هي النوتس النهائيه اللي كان بيحطها في الصندوق بعد كده، ودي بتبقى مكتوبه من الفليتنج نوتس ومن الليترشر نوتس اللي احنا قلنا عليهم. يعني هو كان بيجيب الليترشر نوتس اللي كتبها والفليتنج نوتس ويحولهم بعد كده البيرمننت نوتس علشان يحطهم في البوكس. طب ازاي بقى كان بيحولهم؟ دوما كان بيجيب الليترشر نوتس والفليتنج نوتس اللي كتبها في اليوم مثلا ويكتب الفكره اللي فيها في ورقه جديده. الورقه بقى بتاعت البيرمننت نوت دي كان بيكتب فيها الفكره بس بتعبيره هو. الفكره اللي انت بتكتبها في البيرمننت نوت المفروض تكون بتعبيرك انت، بحيث ان انت تفتكر الفكره دي بعد كده حتى لو ما افتكرتش السياق اللي كتبت فيه الفكره دي. يعني الفكره نفسها تكون مشروحه بشكل كويس بحيث ان انت اول ما تقرا النوت دي بعد كده تفهمها وما تضطرش ترجع تاني للسورس اللي خدت منه النوت. الحاجه الثانيه اللي كان بيكتبها المهم في الاندكس كارد اللي بيكتب فيه البيرمننت نوت هو الريفرنس اللي جايب منه النوت دي. مش ده بس اللي كان مميز في الطريقه اللي كان بيكتب بيها له من الملاحظات، الطريقه اللي كان بينظم بيها له من الملاحظات هي اللي كانت مخليها طريقه قويه فعلا. لما كان بيكتب على كل نوت الرقم بتاعها. بس طبعا اللي احنا بنتكلم عليها البيرمننت، احنا قلنا خلاص الفليتنج نوتس والليترشر نوتس اتحولوا بقوا بيرمننت نوتس، فهو خلاص مش محتاجهم دلوقتي، هو محتاج بس البيرمننت نوتس. كان بيكتب عليها رقم معين وكان بيستخدم ترقيم بحيث ان هو يخلي كل النوتس اللي شبه بعض ورا بعض في البوكس. يعني مثلا لو كتب 3 نوتس كل نوت فيها فكره معينه ورقمهم من 1 ل 3. لو هيكتب نوت جديده ليها علاقه بالنوت اللي هي رقم 1 كان بيسميها 1A، لو ليها علاقه بالفكره الثانيه بيسميها 2A وهكذا، ويرتبها في البوكس بالترتيب ده بحيث ان الافكار اللي شبه بعض تكون ورا بعض على طول. وكان بقى في نهايه كل نوت اللي هي البيرمننت بيكتب رقم النوتس اللي لها علاقه بالفكره دي. طريقه الربط بين الملاحظات دي هو اللي كان بيديله افكار ان هو يطلع افكار جديده ويكتب بيها كتب، وهو اللي كان بيخليه برضه يفتكر النوتس دي بعد كده. نظام الذات الكاستن ليه طرق كتير يتعمل بيها، مش شرط طبعا بالورقه والقلم زي ما كان بيعملها لومن. في برامج كتير بتعملها زي نوشن واوبسيديان وروم ريسيرش وبرامج تانية كتير. كنا اتكلمنا في اول الفيديو عن حاجه اسمها الالوبريشن. الالوبريشن كنا اتكلمنا عنه كطريقه فعاله في المذاكره من ضمن 7 طرق قلناهم في الفيديو